ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. ما بين مدربين التنمية البشرية والناس اللي دارسة سيكولوجي او علم نفس، سمعت اكيد جملة خليك نفسك، كن انت، اظهر بشخصيتك الحقيقية. انت مفيش حد زيك، انت فريد من نوعك. تخيل معايا كل واحد فينا وردة مقفولة جواها لؤلؤ. المجتمع لازم يساعد كل واحد انه يتفتح او يزدهر لحد ما يظهر اللؤلؤ اللي جواه او معدنه بمعنى اصح. لكن مع الاسف انت من صغرك دايما بيبرمجوك انك تتصرف بطريقة معينة. المجتمع بيخلينا نتصرف بطريقة زي بعضنا بالظبط، بيخلينا نسخ من بعضنا علشان الناس شافت نسخة ناجحة فخلاص كله بقى لازم يمشي وراها. لازم نربي الناس انها تبقى زي النسخة دي بالظبط. كم مرة لبست وش علشان خاطر تعجب بنت انت بتحبها او تعجب ناس معينة انت عايز تتصاحب عليهم، او كنت عايز تخلي اهلك راضيين عنك؟ كم مرة ظهرت بشخصية غير شخصيتك علشان تاخد وظيفة معينة؟ عشان كده انا هقولك على 3 خطوات هتساعدك انك تكون نفسك. اول خطوة، خلي بالك من ان اللي جواك يكون مختلف عن اللي براك. يعني لازم تكون شغال في وظيفة انت بتحبها، تكون مع ناس انت من جواك بتحبهم، تكون بتعمل هوايات انت حاببها من جواك. لو بتشتغل وظيفة انت مش حاببها انت كده مش حقيقي. لو بتحب الفنون وبتكبت الموضوع ده جواك يبقى انت مش حقيقي. لو انت عامل 2 اكونت على الفيسبوك، واحد للعيلة وواحد لأصحابك، يبقى انت كده عايش بشخصية حد تاني. لازم تكون واعي بالحاجات دي. خلي بالك، انت احيانا بتتحط في مواقف عشان تتصرف بطريقة معينة، لكن بتكبت الرغبة او الطريقة دي جواك. ساعتها بيحصل لك صدمة وترجع تفكر من تاني، هو ده انا فعلا؟ الخطوة رقم 2، خلي عندك استعداد انك تشوف نفسك وحش، انك تستحمل تشوف نفسك وحش. ممكن تتصرف بطريقة تخليك تبان قدام نفسك وحش. الايجو او الانا بيحب دايما يبان انه جميل مش بيغلط. فلازم يكون عندك فكرة ان انت تشوف نفسك مش كويس، لان في اجزاء جواك حقيقية انت كنت بتحاول تخفيها علشان تفضل في امان. ناس فاكرة انها لما بتعبر عن نفسها بيبقى هي بتعبر عن نفسها فعلا. ناس فاكرة انها لما بتعبر عن نفسها يبقى هي بتعبر عن حقيقتها، لكن مش دايما بتكون دي الحقيقة. مثال، احيانا ممكن تقول لحد انت اناني ومش بتعبرني، لكن الحاجة اللي نفسك تقولها له فعلا انا محدش بياخد باله مني. الخطوة رقم 3، لازم تكون واعي برضو بمشاعرك وافكارك. خلي بالك احنا في العصر المظلم للمشاعر. احنا بنحس ان احنا لما نعبر عن مشاعرنا ونكشفها قدام الناس ده كده ضعف، لكن لا، ده مش ضعف ولا حاجة. لازم تكون واعي بمشاعرك وافكارك. احيانا بنحس ان الناس ممكن ما تهتمش بمشاعرنا، علشان كده بنخفيها برضو. عشان تستفيد من اللي انا قلته ده هديك تمرين. تخيل نفسك كده خرجت بره جسمك وواقف بعيد، وبتشوف نفسك بتتصرف ازاي في المواقف المختلفة. الموضوع مرعب صح؟ او ممكن تجيب ورقة تكتب فيها المواقف اللي انت بتظهر فيها بشخصية غير شخصيتك الحقيقية. بيني وبينك، المجتمع مش مؤهل لان كل واحد يظهر بمعدنه الحقيقي. ما تقدرش مثلا تروح تقول لمديرك انا مش طايقك. شفت ازاي؟ يعني تخيل بقى لو كل واحد فعلا على حقيقته والمجتمع مش مؤهل لكده هيحصل ايه؟ هتحصل كوارث. لما كل واحد يظهر بحقيقته ده هيطور من كل واحد فينا. مش كده وبس، هنستفيد من خبرات بعضنا، وبكده المجتمع هيتطور اكتر، وبكده كمان العالم كله هيتطور اكتر واكتر. في ضريبة لازم هتدفعها لما تبقى نفسك. أصدقائك ممكن يسيبوك، ممكن تسيب وظيفتك، ممكن خطيبتك أو مراتك تسيبك. إنك تكون نفسك دي السعادة الحقيقية فعلا. السعادة اللي بتفضل مدة طويلة، مش المتعة اللحظية اللي احنا بنقعد نطاردها زي مثلا كوباية شاي، كوباية قهوة، ان احنا نشوف فيلمنا المفضل، ان احنا نسمع كلمة حلوة من حد، ان فريق الكرة بتاعنا المفضل هو اللي يفوز. دي يعني المتعة اللحظية دي بتقعد مدة قليلة وبتروح على طول، لكن ان انت تبقى نفسك دي هتديك فعلا السعادة الحقيقية اللي بجد، اللي فعلا بتستمر لمدة طويلة. خليك على طبيعتك، اهم حاجة طبيعتك ما تبقاش مؤذية. انت نسخة واحدة مفيش زيها في العالم. شكرا جدا واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، سلام.